يا مساء الهنا على عيونكم حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. بتوحشوني من والله من فيديو لفيديو تاني. ايه رأيكم بقى في أكلة الدفا الحقيقية بتاعة الشتاء اللي محدش يختلف عليها أبدا؟ أكلة محبشة وجميلة ورخيصة واقتصادية وبتتعمل في ثواني، ما بتاخدش وقت خالص. طبعا العدس الكهرمان ده تحفة لوحده. طول الشتاء الواحد ما بيبطلش يعمل، لازم أسبوعيا أكلة عدس محترمة زي دي تدفي الواحد خالص. طبعا قيمته الغذائية عالية جدا، بيفتح النفس وشهي. وممكن بنعمل منه أطباق كتير، في منه بيتعمل بالرز، في منه بيتعمل شوربة بس، في منه بيتعمل فتة. أنا عاملاه المرة دي بالشعرية عادية جدا، وجنبه حبة عيش متحمرين كده بالسمنة في منتهى الجمال، وليهم طشة توم كده زي الفتة العادية بتاعتنا. جنبها حبة بصل كده بالخل والفلفل، والمخلل بتاعنا العادي اللي هو البتنجان والفلفل الحامي، وطماطميتين كده أو 3 كبار كده تحشيهم توم برضو، وتحطي في قلبهم بقدونس. تبقى أكلة جميلة جدا وبتفتح النفس وشهية جدا طول الشتاء. أنا عندي العدس أنواع على فكرة. أنا بقول لكم العدس اللي قدامكم ده اسمه عدس مجوز تركي. مجوز يعني إيه؟ هتلاقيه حبيتين لازقين في بعض كده. أجود أنواع العدس يا جماعة، تدوروا عليه عند العطار وما شاء الله عليه بيستوي. يعني ما بيحتاجش حتى هقولك إيه، ولا تقولي مثلا يغيب في السوى ولا أي حاجة خالص. بيبقى عامل زي كهرمان ولونه جميل جدا بعد ما بيستوي، وطعمه في منتهى الجمال. أنا طبعا غسلته غسلة كويسة، وبعدين حطيت عليه ميته، وحطيت حبة خضار عندي، فلفل أحمر أخضر، طماطم، بطاطس مبشورة، توم متقطع. وبرفعه على النار دايما بالليل، وأسيبه حوالي ساعة كده أو ساعتين على نار هادية زي الشمعة. أول ما هيبتدي يغلي أسيبه على نار هادية جدا، وأسيبه مع نفسه. ما اكشفش الحلة أبدا، محدش يكشف الحلة بتاعة العدس وهو بيستوي أبدا، ولا بعد ما يستوي كمان، إلا بمسافة عشان لونه ما يغيرش، هيفضل بلونه الجميل. باخده تاني يوم وببتدي أعمله بالهاند بلندر، بالخلاط، أي حاجة عندك هينزل من المصفى، هينزل كمان. لأنه كمان ما هو مش هتلاقي فيه حاجة مش مستوية، هتلاقي كله مستوي. جبت العيش بتاعي اللي قطعته بعدد عدد أفراد الأسرة طبعا بتاعت أي حد، وبحط عليها حتة سمنة بلدي كده محترمة، بفرقها على العيش وبدخلها تحت الشواية. بس بحطها تحت الشواية من تحت خالص مش تحت الشواية مباشرة، وبغيب وأقلبه. بصوا العدس بتاعي لونه ايه بقى، بصوا الجمال. عندي حبة شوربة بقى بتوع لحمة، بزود بيها العدس. هتقولي هتحطي كمان شوربة لحمة في العدس؟ اه، ما هي فايضة عندي، يعني انا مش عاملاها مخصوص للعدس، هي موجودة عندي. بزود العدس بيها، بتدي طعم جميل وبتنقل العدس لطعم تاني خالص. بهاراته عبارة عن بسيطة: كمون حلو، حبة كمون كده حلوين، كزبرة، بهارات، ملح وفلفل اسود، بس مش اكتر من كده، مش هحط له حاجة تاني. انا بقدح له بقى حته سمنه بلدي كده محترمه حلوه من البقري اللي انا بستعملها، وباخد حوالي اكتر من نصها بعمل له طشه بريحه السمنه بس الاول. وبعد كده بحط حته زبده بقى مع السمنه البلدي دي اللي هحمر فيها الشعريه بقى. بخلي الشعريه حبه صغننين، مش بحبها كتير قوي في العدس، لان هي كده كده بتزيد وبتستوي وبتنشي بعد كده في العدس. عفوا. اهم حاجه انك وانتي بتحمري الشعريه يبقى لونها ذهبي غامق عشان ما تفتحش منك قوي في العدس، وتبتدي تحطيها بعد ما العدس يكون بيغلي. ما تديهاش فرصه ابدا انها تلزق في قلب الحله منك. يا دوب هتاخد غلوه واحده واروح مغطيه عليها، هي هتكمل سواها في العدس، مش هسويها سوا كامل، لا هي هتكمل سواها. انا عندي بقى دلوقتي حته زبده كده حلوه، حطيت في قلبها حبه توم مفرومين كده حلوين، وهعمل زي ما بعمل للفتة بتاعتنا المصري، توم بالخل. احطه على العيش، بيخلي طعم العيش خرافة خرافة.
حبة بصل بقى عندي كده من الأحمر أو الأبيض، تخرطيه رفيع كده حلقات، حطي عليه حبة فلفل صغيرين جدا وخل. ده أكلة عظمة جنب العدس اللي بيحب البصل دوت. وآدي التوم بتاعي بدأ يتحمر، أطفيه بقى بالخل بتاعي على طول، وهبتدي أسقي بيه العيش بتاعي. طبعا هو اتحمر خلاص، بصوا لونه جميل ازاي. بس خلاص بنزل عليه على العيش، طعم العيش لوحده يعني طعمه لوحده، هو عايز يتاكل لوحده العيش دوت. الواحد بقى يحطه كده ناشف زي ما هو، يقرمش كده في بقه مع العدس. يا سلام على منظر العدس ولونه وجماله. أكلة محبشة وجميلة ورخيصة واقتصادية، قيمتها الغذائية عالية جدا. وبألف هنا للي كلوه، وبألف هنا للي يجربه. يا ترى عجبتكم طريقتي؟ وما تقوليش بقى انت ما عملتلوش طشة في الآخر، لا، ما هو واخد توم وبصل وحاجته كلها. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وتجربوا العدس. وخلوا بالكم من نوع العدس اللي بقول لكم عليه، عدس اسمه عدس مجوز تركي. اللي هيجربه يا جماعة مش هيشتري أبدا العدس العادي تاني، طعمه جميل حتى في الكشري الأصفر. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وتجربوا العدس على طريقة أم كريم، وتشوفوا كده هيستوي معاكم زي ما أنا بقول لكم، هيطلع شكله إيه. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو آخر على خير إذا أحيانا الله. واللي يعجبه الفيديو بقى ما يستخسرش اللايك فيا ويحطوه لي. وايه رأيكم في العدس بتاعي بقى؟ يا رب يعجبكم الفيديو كله، وما كنش ضيفة تقيلة عليكم ابدا. واللي يحب قناة المسك يشترك فيها، واكون شاكرة ليه جدا، ويبقى ضيف عزيز على قلبي. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير، واترككم في رعاية الله وامان. مع الف سلامة.